ايوه، احنا في عصر الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس او الاي اي. طيب نشتغل ايه؟ نذاكر ايه؟ نتعلم ايه؟ ونعلم اولادنا ايه؟ هقول اللي عندي. احنا كدول بعافية شوية او شويتين، محتاجين نبدأ من الاول مش من الاخر. فما ينفعش اعلم الطالب برمجة وهو بيهنج لما اديله مسألة اسم مطولة. فلو عاوزين ننهض ونبقى من الدول اللي بتصنع وتقرر، لازم نرجع الهيبة للعلوم الأساسية: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الميكانيكا، المنطق، بشرط نعلمهم صح بأساتذة ودكاترة متخصصين، مش في العلوم نفسها بس، بل في طرق التدريس نفسها. ليه بندرس ساين وكوزاين؟ جا الزاوية وجات الزاوية وجاتوا نيلة اللي علمنا الحاجات دي وما قالناش بنستخدمها في ايه. العلوم دي مش رفاهية، العلوم دي هي أساس الصناعات الذكية والحروب الذكية كمان. ألمانيا بعد ما اتحطمت في الحرب بدأوا من إصلاح التعليم الفني والعسكري، ركزوا على الفيزياء والميكانيكا والمواد الماتيريالز، وعملوا صناعات عسكرية متطورة جدا: سيمنز، بي ام دبليو، بوش. اليابان بعد القنابل النووية حطوا التختة في الشارع وعلموا الأجيال اللي هتقود، وعملوا ده في وقت قياسي جدا. اشتغلوا على تعليم صارم وصناعات دقيقة جدا، طوروا إلكترونيات عسكرية ومدنية، طلعوا باناسونيك وسوني، تويوتا. أمريكا بعد الحرب التانية سرقوا هم العلماء الروس، وخدنا احنا المزز الروس. استثمروا في الفيزياء النووية وعرفوا قيمتها طبعا، والهندسة والطيران. أسسوا داربا وام اي تي وناسا. أنا عاوزك بس تسرح بخيالك لو أمريكا حبت تلعب في نظام الملاحة العالمي، الجي بي اس. دي تكنولوجيا واحدة بس قادرة على شل العالم برا وبحرا وجوا. انت مش ممسوك من رقبتك، انت ممسوك من لغليغك. الصين من دولة زراعية رز وقمح شبهنا، لدولة صناعية نووية تكنولوجية وحدث ولا حرج. اشتغلوا بصمت وبجدية على التعليم، بنوا كوادر في الدفاع والطيران والهندسة. بعتوا شبابهم يتعلموا في أمريكا ورجعوا يصنعوا، وسرقوا تكنولوجيا بالعبيط عن طريق الهندسة العكسية، وتفوقوا في إعادة هندستها. والنهاردة عندهم هواي وبي واي دي، بل وعندهم طيارات نفاثة تحاذي الاف 35 والاف 47. لكن ربنا يستر، لان ما نقدرش نجزم بكده الا اذا حاربوا بعض، ولو حصل خد لك ساتر. عندك جونسون رئيس انفيديا قال في مقابلة ليه ان انا لو بتخرج النهاردة هدرس فيزياء مش برمجة. ليه؟ لان الذكاء الاصطناعي عاوز حد يعلمه فيزياء العالم من حواليه. الذكاء الاصطناعي محتاج حد يفهمه العالم الحقيقي والفيزياء الخاصة بيه. إيلون ماسك نفسه بينصح انه تتعلم فيزياء مع ماثيماتكس، والاتنين اساسا بيجوا مع بعض، ما ينفعش واحدة من غير التانية. زي ما ينفعش الكترومagنتكس او كهرومغناطيسية من غير فيزياء ورياضيات. خلينا ناخد فكرة اعمق عن ايه هي السكيلز المطلوبة دي. قدامنا هنا World Economic Forum اللي هو المنتدى الاقتصادي العالمي، وليه تنبؤاته ل 2030، السكيلز المطلوبة في 2030. فبيتكلم هنا مثلا على في الخط ده اللي هو الاكس، فبيتكلم على الكور سكيلز الحالية، والواي بيتكلم عن الكور سكيلز في 2030. فهتلاقي مثلا هنا في حاجة اسمها out of focus skills، اللي هو يعني مش قوي، بمعنى انه less essential now، مش اساسية اوي النهاردة، and not expected to increase، يعني مش متوقع ان هي تزيد. يعني زي ما انت شايف هتلاقي البرمجة، مالتي لينجواليزم، طبعا كل ده عشان الاي اي يعني. لكن اللي interesting هنا بصراحة emerging skills دي، اللي هي less essential now، مش أساسية النهاردة قوي، لكن expected to increase لأنه في عصر ال AI وكده. فهتلاقي مثلا ال networks and cyber security،
طبعا ال AI مع استخدام ال AI والسكامينج والهاكينج فالسايبر سيكيورتي هيكون مطلوب بشدة. وطبعا environmental stuff يعني اللي يهمنا هو الجزء ده core skills في 2030 ايه هي؟ فهتلاقي هنا مثلا بيتكلم عن اللي مثلا الأكثر استخداما حاليا اللي هي في 2025 وبرضه بتزيد مع في 2030 اللي هو الاناليتيكال ثينكينج. وده اللي هو التفكير التحليلي اللي هو عبارة عن رياضيات وعلوم mathematics وساينس. وده معناه القدرة على تحليل البيانات وحل المشكلات المعقدة واستخدام المنطق الرياضي لفهم العلاقات بين العوامل المختلفة. فدي من أهم الحاجات أو السكيلز المهارات المطلوبة في 2030. طبعا الأعلى في 2030 كان ومتوقع اللي هو ال AI والبيج داتا اللي هو الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة اللي طبعا ما بيتعاملش معاها حاليا غير ال AI، واللي بتعتمد على التكنولوجي والماثيماتكس الرياضيات والتكنولوجيا. ودي طبعا وراها كتير جدا من فهم الخوارزميات اللوغاريتم وتحليل كميات هائلة من البيانات وبناء نماذج تنبؤية تعتمد على الإحصاء والبرمجة. فهتلاقي هنا مثلا core skills زي الستاتستكس والماثيماتكس والتكنولوجي. وزي ما تشوف مثلا هنا technological literacy اللي هو القدرة على فهم وتشغيل التقنيات الحديثة من الأجهزة إلى البرمجيات واستخدامها بكفاءة. وطبعا ما ننساش الكرييتيف ثينكينج وده التفكير الإبداعي اللي إن شاء الله ال AI يعني ما يحلش محلنا فيه. وده بيعتمد طبعا على الساينس والإنجينيرينج، هو القدرة على ابتكار حلول جديدة وتصميم منتجات وأفكار. في كل السكيلز دي ال AI هيكون سند ليك، لكن مش هيكون هو اللي بيقود، نأمل ذلك يعني. لكن هي الفكرة مين يقوده يروده. وطبعا ما ننساش السوفت سكيلز، يعني مثلا عندك هنا resilience flexibility and agility، ودي يعني المرونة والقدرة على التكيف والرشاقة في العمل يعني. ودي بتعتمد طبعا على يعني soft skills مهمة. وبرضو soft skills تانية زي curiosity and lifelong learning talent management اللي هو ال HR وخلافه. فكل وطبعا ال leadership و social influence اللي طبعا هيظل الآدميين هم اللي متحكمين فيها غالبا يعني. بس كده دي كانت نظرة سريعة على ما يراه أو ما يتوقعه المنتدى الاقتصادي العالمي للكور سكيلز في 2030. باختصار لو عاوز تتحكم في الاي اي لازم تفهم العالم اللي هو بيحاول يفهمه، وربنا يستر. في عصر الذكاء الاصطناعي هتختفي الأعمال الروتينية زي إدخال البيانات، الترجمة الفورية، الشغل الروتيني المقرر. لكن المهم في عصر الذكاء الاصطناعي هو التحليل، الفهم، الإبداع، اللي يربط العلم بالحياة، اللي يفهم الاي اي نفسه ويسيطر عليه. فصعب جدا تلاقي واحد متمكن في الذكاء الاصطناعي وهو على قد حاله في الرياضيات. مستحيل. احنا كأفراد نقدر نعمل ايه دلوقتي؟ انا هقول لك ابسط حاجة واهم حاجة، اتعلم تتعلم. للأسف جملة بلد شهادات صحيح مش خاصة بينا بس في الشرق الأوسط أو العرب عموما، لكن موجودة في كل مكان. فما تكتفيش بشهادة، اعمل مشاريع، اطلب مساعدة من الآخرين. هتلاقي في بلاتفورمز كتيرة جدا وناس كتيرة جدا بتحب تساعد. المنصات كتيرة والعلوم كتيرة جدا. فسيب الموبايل اللي في ايدك ده وبطل تسكرول وقوم اتعلم حاجة، لان احنا بنضيع. يقولون فالعلم أفضل مطلوب وطالبه من أكمل الناس ميزانا ورجحانا، والعلم نور فكن بالعلم معتصما إن رمت فوزا من الرحمن مولانا. هذا ونتمنى لقاؤكم
إن شاء ربي وربكم.